كلنا حسينا الفترة اللي فاتت بأزمة الغاز، سواء في الكهرباء اللي بتقطع أو المصانع اللي بتحتاج طاقة زيادة أو حتى في بيوتنا. الأزمة دي خلت ناس كتير تقلق على مستقبل الطاقة في بلدنا، لكن اللي ناس كتير ما تعرفوش إن في تحركات قوية جدا بتحصل في الخفاء في البحر المتوسط علشان تنهي الأزمة دي تماما. في خطة مصرية ضخمة هدفها ترجعنا تاني قوة غاز كبيرة في المنطقة. إيه هي الخطة دي؟ وإيه الأرقام اللي ممكن تغير مستقبل الطاقة في مصر؟ لما الأزمة العالمية بتاعة الطاقة بدأت بسبب الأحداث الأخيرة في أوروبا، عين العالم كله جت على منطقة شرق المتوسط. كل الدول الأوروبية بقت بتدور على مصادر غاز جديدة وموثوقة، علشان كده أهمية البحر المتوسط زادت بشكل غير عادي. مصر بفضل موقعها الجغرافي وقدرتها بقت في قلب الاهتمام ده، عشان كده الحكومة المصرية اشتغلت على خطة طموحة جدا هدفها مش بس تلبية احتياجاتنا المحلية، لكن كمان إننا نرجع نلعب دور رائد في سوق الطاقة العالمي. الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس بتجهز حاليا لطرح 5 مناطق جديدة للاستكشاف والإنتاج في المتوسط. الطرح ده هيكون قبل نهاية النصف الأول من السنة المالية 2025-2026. المناطق دي هتكون متاحة لكل الشركات الأجنبية العملاقة اللي عندها خبرة وعايزة تستثمر في مصر. عمليات الطرح دي هتتم بشكل حديث وشفاف جدا من خلال بوابة مصر للاستكشاف، ودي منصة إلكترونية بتسهل على الشركات الأجنبية إنها تقدم عروضها وتشارك في المشروعات دي. الخطة دي بتيجي في إطار سياسة الحكومة المصرية اللي عايزة تزود إنتاجنا من الغاز والبترول خلال السنين اللي جاية، علشان نقلل استيراد الطاقة ونزود مواردنا من العملة الصعبة. الخطة دي مش مجرد كلام، دي ليها أهداف وأرقام محددة جدا. وزارة البترول المصرية بتستهدف إنها تحفر من 10 ل 12 بئر استكشاف جديد على الأقل في المناطق دي، والمتوقع إن الاستثمارات اللي هتتصرف على الحفر ده هتعدي 350 مليون دولار، ودي استثمارات ضخمة هتضاف لقطاع الطاقة المصري. الأرقام الأولية بتتوقع إن الإنتاج اليومي ممكن يزيد ب 850 مليون قدم مكعب من الغاز، ودي كمية كبيرة جدا هتضاف للإنتاج بتاعنا. ده هيساعد بشكل مباشر على تلبية احتياجاتنا من الكهرباء في الصيف، ويدعم مصانعنا اللي بتحتاج غاز كتير علشان تشتغل. قبل ما تطرح المناطق دي كانت مخلصة كل التحضيرات اللازمة. الشركة عملت مسح سيزمي شامل لأكتر من 9 مناطق علشان توفر بيانات كاملة عن الأماكن اللي فيها احتياطات غاز وبترول. ليه المسح ده مهم؟ تخيل إنك بتدور على كنز، والمسح السيزمي ده زي ما تكون بتديلهم خريطة للكنز قبل ما يحفروا. ده بيشجع الشركات الأجنبية إنها تيجي وتستثمر براحة كبيرة وثقة أكبر. كمان علشان تشجع الشركات دي أكتر، وزارة البترول أكدت إنها هتدفع جزء من المستحقات ليها خلال الشهور اللي جاية، وده هيخليها تيجي وتستثمر من غير تردد. الخطة دي بتتبني على نجاحات سابقة. في السنة المالية اللي فاتت بس مصر حققت 29 اكتشاف جديد للغاز والبترول في مناطق مختلفة زي البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس. الاكتشافات دي زودت احتياطي الغاز بتاعنا ب 1.85 تريليون قدم مكعب، وده رقم كبير جدا. الهدف الأساسي من كل ده هو زيادة الإنتاج المحلي علشان نأمن احتياجاتنا ونوصل لحجم إنتاج يومي قريب من 6.6 مليار قدم